متى أقول للرجال إن هذا كفو راعي مراجل؟ هل إذا فتح مجلسه وقدم الشاي والدلة والتمر وبش وجه الضيف هل هذه من المراجل؟ نعم، هي علامات للمرجلة وليست كل المراجل. المرجلة احترام للكلمة، المرجلة ديانة، المرجلة أمانة، المرجلة احترام للآخرين. يقول الشاعر: المرجلة سندة وبها تغاريز، ويعقب صبي ما يعشق دبلها. وأنا انخدعت في رجل كان يفتح مجلسه ويقدم الشاي والدلة والتمر، يبش في الوجه. دائما إذا رأيته أقول إنك راعي مرجلة، حتى صار بيني وبينه تعامل مالي. فماذا تبين لي؟ تبين لي يا أخوان أمور كثيرة. لذلك قبل لا أذكر هذه القصة نستذكر أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين جاءه رجل يريد أن يشهد، فقال له عمر: إني لا أعرفك ولا يضرك أن لا أعرفك، فأتي بمن يعرفك. فقال رجل من القوم: أنا أعرفه يا عمر. فقال: بما عرفته؟ فقال: بالفضل والعدالة. فقال له عمر: هل سافرت معه فتستدل به على مكارم أخلاقه؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدينار والدرهم فتستدل به على ورعه؟ قال: لا. قال: هل هو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فإذا أنت لا تعرفه. التفت إلى الرجل قال: ائت بمن يعرفك. كل هذه الثلاث، أن يكون جارك وأن تسافر معه وأن تتعامل معه بالدينار والدرهم، كل هذه تبين الرجل الحق. نأتي إلى قصتي. أنا هذا الرجل الذي كنت مغتر به، وكان دائما إذا رآني يعزمني ويقدم الضيافة وكذا، كنت أظنها ختم المراجل في هذه. ولكن لما دخلنا في معاملة مالية انقلب رأسا على عقب، وأظهر أخلاقه السيئة معي. يا أخوان، ما ترك كلمة سيئة ما قالها، ما ترك تصرف سيء إلا فعله معي بسبب الريال. هنا استذكرت أبيات تصف هذا الحال تماما، وهي أبيات الحربي، شاعر حربي، يقول فيها: في رفيق طق صدره تالي حاص، يشين الوعود اللي تجي عقبها الحوصة، صرنا على شاهي ودله وتمر خلاص، يجيب المراجل شق حلقة قلبوصة، لكن إن جاب العلم علم وكلام خاص، تجي وقفته بين الرياجيل منقوصة، يجيد التنصل زين ويدور المخلاص، وهو بالرخاء حكيه مثل شدة الخوصة. رجال ما يحترم كلمته نعتبره هلاص، ولو هو من رجال بلمجاد مخصوصة. خدعنا لميع البدي وثر البلا بالشاص، ولا فادنا قولة جديدة ومفحوصة. ترى المشكلة ما هي بدين بلا مخلاص، لكن البلاء بطقة الصدر والحوصة.